السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ النهاردة الفيديو عن ازاي نعمل ايس كاب بالمكنة بتاعة التريكو. تمام. دي مكنة التريكو سنترو. ماشي. دي المكنة اللي بتعمل الطواقي الكبيرة. في مكانتين، واحدة بتعمل الوسط، واحدة بتعمل الصغيرة خالص بتاعة البيبيهات. تمام. فتعالوا نشوف ازاي هنشتغل على الكبيرة ونعمل ايس كاب. ده الخيط بتاعنا. ياريت يكون الخيط سمكه ما يبقاش تخين قوي، عشان ما يبقاش تقيل على المكنة وتمشي معانا بسرعة، ما تاخدش مجهود عشان تلف الخيط. تمام. وهنحتاج معانا الإبرة اللي هنقفل بيها الشغل. بتبقى جاية مع المكنة، في منها مقاسات. تمام. تقريبا ده المقاس الوسط. تعالوا نشوف ازاي هنشتغل على المكنة. اول حاجة بنجيب الخيط بتاعنا. تمام. هنفكه وناخد الخيط بتاعنا، وهنيجي هنا هنلاقي السنون بتاعتنا كلها باللون البنك، ما عدا في سن واحد باللون الابيض، ده بيبقى بداية الشغل معانا. تمام. هنجيب الخيط ونعديه من ورا الابرة بتاعتنا، وبعد كده بنلف بالدراع ديت. الدراعات دي هتلفي كده مثلا، او العكس بالاتجاه اللي يريحك. انا بس بقالي سنة ما اشتغلتش عليها، فهي ايه يعني معصلجة شوية، ممكن تبقى محتاجة تزيد. تمام. فهحط الخيط من الابرة اللي ورا بالاتجاه ده كده، وهبتدي امشي الف المكنة. هيبقى معايا خيط جاي من قدام الابرة، وخيط جاي من الابرة اللي وراها. هحاول ارفع لكم الموبايل شوية بس عشان تبقوا شايفين معايا. هنبتدي نجيب الخيط كده اهو. ماشي. ونلف معانا الابرة، واحدة جاية من ورا وواحدة جاية من قدام. واحدة هنلفها من ورا اللي هو الابرة ديت. تمام. ادي كده بصي جاية معايا من ورا. تمام. واللي بعدها هتبقى جاية معاها من قدام. هنبتدي بقى نلف البكرة وندخل واحدة ورا وواحدة قدام، واحدة ورا وواحدة قدام. يعني هنعدي الخيط من ابرة وهنفوت من الابرة التانية. هكمل السطر كله بنفس الطريقة دي، وبعد كده هرجع لكم عند اخر ابرة وهوريكم هنعمل ايه. خلاص جينا هنا، وصلنا للإبرة البيضة. ف بتبقى جاية الخيط جاي من وراها. تمام.
لان اللي قبليها بيبقى واخده الخيط من قدامها. خلاص بعد كده بنيجي نحطها في المكوك بتاعها. بنعديه من النص، بندخله من هنا كده من النص وبنعديه من الجزء دوت، وبنيجي المجرى بتاعتها. هنا طبعا في 3 فتحات، لو انتي عايزاها تبقى واسعة او ضيقة او وسط، فانا بفضل احطها في الوسط بحيث ما تبقاش الغرز لا ضيقة قوي ولا واسعة قوي. طبعا هنا العداد بتاعنا كان مصفر، كان مدينا 0. كل ما بنلف بيبتدي العداد بتاعنا يعد. هنبتدي بعد كده نمشي. خلاص هي احنا اول مرة حطيناها يدوي، هي بقى بعد كده بتبقى مع نفسها بتاخد الخيط. الابر بتطلع معانا بالشكل ده وبتسحب الخيط مع نفسها. هناخد بالنا هنا انه في السطر التاني في السنون ديت الخيط معدي من قدام، ماشي، السن واخده، واللي جنبه السطر يعني الخيط مش متاخد، لان احنا كنا عدينا اول سطر واحدة من قدام واحدة من ورا، تمام. فهيبقى تاني سطر برضو فيه واحدة متاخدة واحدة من ورا، واحدة متاخدة واحدة من ورا. بقية السطور كلها هيبقى كل الخيط جاي من قدام السنون كده اهو، ونتأكد ان الخيط مسحوب معانا من السنون عشان ما يبقاش ايه في غرزة فكة او حاجة. تمام. هنرجع بقى نكمل الشغل. والخيط بتاعنا ده برضو نتأكد ان هو مشدود. ممكن تمسكيه بايدك وتستغني عن المكوك ده خالص. واحنا بنشتغل نبقى مخليين عيننا على السنون ونتأكد ان هي بتسحب الخيط من تحتها، ما يبقاش الخيط معدي من ورا. يعني خلاص حتة ان الخيط معدي من ورا دي كانت في اول سطر. بعد كده نبقى متأكدين ان السنون كلها بتسحب الخيط معاها عشان يبقى الشغل طالع مظبوط ومفيش ولا غرزة فكة مننا. في يعني انا شفت فيديوهات قبل كده، في ناس بتحب تعمل الطاقية دي دبل، يعني مثلا يبقوا عاملينها طويلة قوي ويتنوها 2. فدي بتبقى واخدة منهم تقريبا. بصوا هنا بس عايزة اوريكم حاجة. الخيط جاي فوق السن من فوق، يعني معديه من فوق مش داخل من تحتيه، فنبتدي ندخله كده بايدنا تحت الايه السن، عشان كده دي غرزة هتبقى فكت مننا، فنخلي بالنا. كنا بنقول ايه ان كان في يعني كانوا بيعملوا الطواقي دبل، وكانت بتاخد حوالي على المكنة 140 غرزة، ماشي. دي طريقة يعني من الطرق اللي كانوا بيعملوا بيها الطواقي على المكن.
بس انا بحس ان هي ايه، يعني هدر للصوف. انا مش عارفه مثلا هل بيبقى عاملينها مثلا بحيث ان هي لما تبقى دبل تدفي اكتر، ولا بيبقى ايه الهدف مثلا منهم وهما بيعملوها. تمام. معلش المكنه معصلجه معايا شويه، عشان انا كنت ركناها سنه. يعني انا جبتها الشتويه اللي فاتت واشتغلت عليها، وطول الصيف كنت راكناها، ما اشتغلتش عليها خالص. وكمان نسيت اغطيها، فلمت تراب جامد قوي. بس طبعا نضفتها قبل ما اشتغل بيها دلوقتي من التراب. بس هي ممكن تكون التروس عايزة تزيت او حاجة. المهم انا هبتدي اشتغل الصفوف كلها بنفس الطريقة. هبتدي الف البقرة لحد ما تكون معايا كمية خيط وارجع لكم تاني. خلاص بعد ما خلصنا عدد اللفات اللي احنا عايزينها، هنبتدي بقى ايه، نسيب من الخيط تقريبا متر. تمام. وهنجيب ابرة الخياطة بتاعتنا، وهنبتدي ناخد طرف الخيط وندخله في الابرة عشان نقفل الطاقية بتاعتنا، ونبتدي نلمها. ماشي. وبعد كده هنعدي الخيط من الجزء دوت. تمام. هنطلعه منها ونخليه عند السن الابيض لافف على السن من جوه. تمام. هنيجي عند السن ده كده وندخل الابرة بتاعتنا ونلم الشغل بتاعنا بالطريقة دي. حاولت اقرب لكم الكاميرا شوية عشان يبان انا بعمل ايه. ادي الغرزة اهي، بندخل الابرة من بين السنتين ونسحبها، واللي بعدها نفس الطريقة، بندخل الابرة من بين السنين دول ونسحب الغرزة. تمام. واللي بعديها نبتدي ننزل هنا شوية، ماشي. وهنخلص الشغل كله بالطريقة دي. ننزل البكرة عشان السنون دي تنزل لتحت. تمام. فنعرف ناخد الخيط من وسط الايه السنتين دول، وهنبتدي بقى نلم الشغل كله وارجع لكم تاني. كده وصلنا لاخر غرزة اللي هي الابرة البيضة، هي دي. تمام. بناخد برضو بننزلها وبناخد الغرزة من بين السنون. تمام. بين السنتين كده، ونطلع الابرة منها. بعد كده خلاص يبقى كده لمينا الشغل بتاعنا كله. تمام. خلاص كده لمينا الشغل كله من المكنة.
كده احنا مش محتاجين المكنة في حاجة، الشغل معانا بتاعنا اهو. هنبتدي بقى نشد الخيط بتاعنا. ادي الخيط اهو. خلاص نبتدي نشد من هنا كده الخيط عشان نلم الفتحة دي، نقفلها تمام، ونخلي الشغل كده ايه متني لجوه. نبتدي كل ما نشد الخيط كل ما الفتحة دي تصغر. تمام، ممكن نشد الخيط من الناحيتين، نتني الشغل لجوه كده. وبنبتدي نربط عقدة. ممكن نقصر الخيط ده شوية. بنبتدي نعمل عقدة، نربط الخيطين كده على بعض عشان نقفل الفتحة او الدايرة اللي كانت من فوق. نربطها كويس جدا عشان ما تفكش معانا. تمام، وممكن عشان برضو نثبت التقفيل بتاعنا نبتدي ناخد كأننا بنخيطها، فاهمين؟ خلاص، وبعد ما بنخيطها نربطها عقدتين كمان عشان نتأكد انها مش هتفك مننا. خلاص، بعد كده بنقص الخيط بتاعنا بالشكل ده. خلاص، بعد ما قفلناها من فوق هنبتدي من تحت نقفلها بنفس الطريقة. طبعا لو عملتوها طويلة بالشكل ده هتتنوها اتنين، لكن ممكن تعملوها قصيرة وتبقى ايه طاقية واحدة، ويبقى البقرة بدل ما عملت طاقية معانا طويلة وتنيناها وبقت دبل، لا ممكن ناخد نص الخيط بس وتبقى ايه طاقيتين
مش دبل، يعني الدبل بنتني الاتنين على بعض، العادية ما بتبقاش متنية. تمام، فممكن تطلع لنا طاقيتين عاديتين او طاقية دبل. تمام، انا هعملها دبل، فهبتدي اخد برضو الخيط اللي احنا سبناه من تحت، هدخله في الابرة عشان نقفلها بالطريقة اللي قفلنا بيها من فوق، نفس الطريقة. تمام، هبتدي اخد الخيط واشده واعمل الشغل لجوه، اتنيه لجوه. خلاص، بعد ما قفلناه تمام، بنبتدي نقص الخيط ونعقده كده عقدتين. عشان ما يفكش معانا. نقص الخيط. خلاص، يبقى احنا كده قفلناه من الناحيتين. نبتدي بقى ايه، نظبط الشغل بتاعنا كده، وبعدين نيجي من النص ونقوم تانيينه، مدخلين الجزء ده لجوه. بقيت عندنا طاقية تمام بالشكل ده. ومن نيجي من تحت ممكن ايه نتنيها تانية كده اهو. وبقى عندنا ايس كاب اهو جميل، وما خدش مننا على المكنة نص ساعة. احنا ممكن نجرب الايس كاب ده على كيرو عشان هو ده بتاعه. ممكن يا كيرو تيجي تجرب الايس كاب؟ يا رب يعجبه. ازيك يا كيرو؟ الحمد لله. عامل ايه؟ ايه رايك في الايس كاب اللي عملته لك؟ حلو، شكله حلو جميل. ممكن تقيسه لنا؟ انت تانيه كده ولا مش تانيه؟ هو متني اهو كده اهو. نزله شويه كمان لتحت، شده شويه، ولا هو من فوق خلاص؟ هو كده تمام. يعني في فاضي من فوق ولا ماسك على دماغك؟ لا، مظبوط. مظبوط. مم. ادينا كده لفه من الجنب. جميل. بيدفي. حلو، دبل بيدفي. صوف تركي ده مش اي كلام. تسلم ايدك. والغرزة بتاعته يعني مدرجة كده، الوان نبيتي. قرب كده عشان نوريهم الالوان. نبيتي، في رمادي، في ابيض، في ازرق كده، في سماوي. لا، الوانه حلوه. يلا مبروك عليك. تسلم. كوفيه بقى. ماشي، كوفيه. بقى اجيب لك كوفية، بس يبقى اجيب نفس الخيط. ماشي. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باي باي يا كيرو. باي باي. يلا باي باي.